شركة امتوباك للصناعات الهندسية والتأليف الحديث بتقدم ماكينة عصر البذور واستخراج الزيوت منها موديل 811. الماكينة اللي عندي بنستخدمها في عصر البذور الزيتية زي بذر الكتان اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، اللي احنا بنعصره النهاردة لاستخراج الزيت منها، زي بذر الكتان او بذر الجرجير او حبة البركة، اي جميع البذور الزيتية. المكنة عندي بتتكون من لسان ستيل بالكامل زي ما احنا شايفين، حتى جميع الأجزاء ملامسة للمنطقة. بتشتغل على كهرباء البيت العادية 220 فولت، ده زي ما انتم شايفين موصلين على مشترك عادي جدا. هنبدأ نشغل المكنة من خلال الزرار اللي ورا. وأول ما بتشتغل بنلاحظ إن هو بينزل من هنا التفل أو البذر المعصور عشان يخلصنا منه بطريقة سهلة. ونيجي للناحية التانية مكان ما بينزل الزيت، أو زي ما انتم شايفين ده المكان اللي بيطلع منه الزيت بعد عصر البذور. طبعا المكنه سريعه جدا، ما بتاخدش اي وقت في عصر البذور، مجرد ما بشغلها ما بتبدا تعصر وتستخرج لي الزيت. طبعا بنصفيه الاول باستخدام مصفى وبيبدا يبقى جاهز معايا للشغل. الماكينه سهله وبسيطه الاستخدام وصغيره الحجم، ممكن تحطها في البيت او في مكتب او في مصنع صغير. مقدمه لكم من شركه امتوباك للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث، شرح ادم محمد.